الفيديو ده السبب فيه هو صديق ليا عنده طفل صغير عمل كوارث لما ابوه ساب له الموبايل بتاعه. فانا جاي اعمل لك الفيديو ده عشان اقول لك تخلي بالك من بعض الكوارث اللي ممكن ابنك يعملها، ابنك او بنتك ممكن يعملوها في التليفون بتاعك وتوديك انت في داهية. تعال نشوف النقط دي مع بعض، بس ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. في الزمن اللي احنا فيه ده بقت الوسيلة بتاعت ان انت تسكت ابنك او بنتك لما تلاقيه بيعيط، خصوصا في السن بقى اللي هو ايه، سنتين وتلاتة لحد 6 سنين كده. بقت الموبايل، يعني اللي هو انا دلوقتي معايا ابني شايفه بيعيط فهم جاي مديله الموبايل عشان يتلهي فيه. هي دي كارثة اصلا في حد ذاتها، كارثة تانية خالص. يعني دي ملهاش علاقة بقى بالتكنولوجيا وبتاع، لا دي كارثة تانية. يعني هنبقى نتكلم فيها بعدين، ومش على القناة دي، نتكلم في القناة التانية. لو مش مشترك فيها انصحك جدا تروح تبص عليها، هتلاقي فيها فيديوهات حلوة وفيديوهات هتفيدك. فالمهم ان بقت الوسيله بتاعت تسكيت العيال في الزمن ده هو ان احنا نرمي لهم التليفون وهم بقى ايه، يعيشوا حياتهم. فان انت ترمي له التليفون بتاعك انت بقى، ده بيعمل كوارث. تعالى نشوف كده اول كارثه، واللي هي حصلت بالفعل مع صاحبي ده. وهو ان ابنه كان بيلعب لعبه زي كاندي كراش والحاجات دي. فالمهم ايه، بيبقى فيه زي ماسات وحاجات كده، اللي هو لما بتخلص اللايفز بتاعتك يعني بتقدر انت تشتري غيرها وكذا. طبعا تتوقعت ايه اللي حصل. هو راح داخل وشاري في اعلى باقه، اعلى مسات. فاللي حصل ان الراجل اتخصم من حسابه مش عارف 5000 جنيه باين، رقم كده يعني غريب. وانت يا زفت اللي اسمك حسن، لو كنت عشمان في يوم من الايام ان يجي لك اخ بعد الحركه دي انسى الموضوع ده خالص. ده انا عايز اقول لك كمان انه اكتشف بالصدفه وهو راح يسدد الكريدت. يعني هو بيتصل بالبنك عشان يعرف عليه كام في الكريدت، اكتشف ان في بتاع 5000 جنيه فرق كده، اللي هو طب دول في ايه؟ فلما كلم البنك قالوا له ده من جوجل بلاي. راح اتواصل مع جوجل قالوا له احنا ملناش دعوه. اتواصل مع المطور بتاع اللعبه، اتواصل مع المطور بتاع اللعبه. المطور بتاع اللعبه يعني فيما معناه كده ان انت اشتريت، عملت العمليه بتاعت الشراء دي واستهلكت اللي انت اشتريته. طب حضرتك بقى انا عايز فلوسك شغلتها وخسرت معايا. طبعا فين وفين بقى، يعني في الاخر يعني اتعمل له ريفاند، ولكن كان ممكن ما يتعملوش ريفاند. او ده اول حاجه. تاني حاجه كان ممكن يشتري دماغه من القصه دي كلها. خلي بالك من نقطه ان انت تدي لابنك التليفون دي، هو ممكن يشتري ويعمل حاجات غريبه وانت ما انتش عارف. يعني انا بقول لكم الراجل اكتشف بالصدفه. فدي كانت اول كارثه ممكن ابنك يعملها. تاني كارثه بقى، واللي هي اسوأ من الكارثه الاولى، وهو ان يعني يفتح الباب على الشارع كده. يعني تلاقيه ايه بقى، راح رافع الصور والملفات اللي عندك كل حاجه بقى على الفيس، على الانستجرام، زي ما يعمل بقى. يعني هو ما انت ما سايب له التليفون، فانت ورزقك. ممكن يفتح يرفع اي حاجه، ينزل اي حاجه وانت ما انتش واخد بالك ومش عارف. ممكن ما تكتشفش ده اصلا. يعني انت ممكن تلاقي كوارث بتحصل وانت مش واخد بالك. فطبعا دي كارثه اكبر من، يعني عارف اللي هو لو جت في الفلوس فمقدور عليها. لكن ان انت تطلع لي كل البيانات اللي على التليفون على النت، دي طبعا كارثه يعني لا يستهان بيها. فخلي بالك من النقطه دي. تالت كارثه ممكن يعملها وتعتبر الاهون فيهم شويه، وهي انه يفرمط لك التليفون اصلا. يعني هو ممكن يمسح لك في ملفات على التليفون وانت ما انتش عارف برضه. يعني هو داخل بيلعب فعلق صباعه راح ماسح ملف وهو مش واخد باله. فالتليفون بتاعك اكيد هيكون عليه حاجات ليها علاقه بشغلك، ليها علاقه بحياتك، وهو مع ابنك يعرف ان هو ممكن في اي وقت الكلام ده يتمسح، عشان تبقى واخد بالك يعني. رابع كارثه بقى، واللي هي فعلا بتكون مصيبه، وهي ان ابنك يتفاعل مع الاعلانات. يعني واحنا بنقلب ساعات، ده احنا ساعات بنغلط وبنتفاعل معاها من غير ما نقصد. وانت بتقلب على النت كده ممكن يظهر لك مثلا داونلود ناو، مش عارف كليك هير، الحاجات اللي هي بتبقى انت فاكرها فعلا هي دي اللي انت هتحمل منها الملف، ولكن لما تدوس عليها تكتشف ان هي اعلان ونزلت لك ملف تاني. ولكن احنا عندنا من الخبرة ما يكفي ان احنا نميز ما بين الاعلان وما بين الروبوت الحقيقي. ده اضيف عليها بقى ان ممكن يبقى فيه اعلانات زي مثلا ايه، مبروك كسبت مثلا ايفون 19. هو لسه ما نزلش اصلا، بس اللي هو ابنك طبعا هيتفاعل مع الحاجات دي، هو لسه طفل لسه مش فاهم، فهيفتكر ان هو فعلا كسب. وعايز اقول لك ان هو لو ما داسش عليها وانت خدت منه التليفون هو ممكن يزعل، وممكن يفتكر ان في حاجه فاتته، هيدوس عليها طبعا. انت مع يعني مع السلامه بقى. هتوحشني يا حبيب قلبي، مع الف سلامه. مين دول؟ يعني هتلاقي التليفون بتاعك انت ورزقك بقى في اللي هيحصل. فكل دي كوارث ممكن ابنك يعملها،
ويعني ممكن توديك في قصص كتير قوي، وتلاقي نفسك اتسحلت في حوارات انت كنت في غنى عنها. هتقولي طب والعمل يا عم احمد؟ حلها لي. اقول لك تعالى معايا. اول حاجه كده يعني يا ريت التليفون اللي انت هتديه لابنك يكون تليفون قديم بقى، تليفون انت معلوش حاجه تخص شغلك، تليفون يكون يعني عارف اللي هو ايه، هو معلوش غير الكام لعبه اللي هو بيلعبها. تاني حاجه ممكن تعملها معاه وهي ان انت تخلي التليفون، وده عشانك انت عموما، خلي التليفون ما يعملش اي عمليه دفع غير بالبصمه او ببصمه الوش. بمعنى ده طبعا بصمه الوش لو انت بتستخدم تليفون ايفون، لو اندرويد ما تعملهاش. بس لو انت يعني حاطط الكريدت بتاعك على الموبايل بتاعك، فخلي عمليات الدفع دايما بتتم بالبصمه عشان هو ما يقدرش انه يستخدمها. تالت حاجة انت ممكن تعملها وهي اسمها جايدد اكسس في الايفون، او مش فاكر اسمها في الاندرويد الحقيقة، ولكن يعني اما افتكر اسمها هتلاقيني كتبتها، اكيد هفتكر اسمها وانا بمنتج فهتلاقيها ظهرت لك دلوقتي. في الاندرويد اسمها اب بيننج، ان انت تثبت التطبيق ده. تمام افتكرتها. فدي ميزة حلوة قوي لو انت يعني اللي هو خايف على الصور والملفات والدنيا دي، وطبعا يا ريت تعمل كده. ولكن المشكله اللي ممكن تقع فيها ان هو يعمل عمليات شراء جوه التطبيق نفسه. فخلي برضو وسيله الدفع زي ما قلت لك من شويه ان هي تكون ببصمه الوش ايا كان. ويا سلام لو تشيل الكارت بتاعك خالص من على جوجل بلاي، يعني هتريح نفسك ساعتها. خلاص بقى اللي هو ما قداموش حاجه غير انه يلعب في الحاجه اللي انت فاتحها له بس. ولكن الافضل ان انت تخصص له هو جهاز كده بس، ما تديهولوش، ما تسيبوش معاه. ايوه، ما انا مش هديكم موبايلي، انتوا مجانين بقى ولا ايه؟ ما تسيبوش معاه عشان ما نبقاش بنأذي الولد من ناحيه تانية. بقول لك ايه، هات الموبايل بقى، بلعبه بالهبل، هات. تأذيه ازاي دي قصة تانية هنبقى نتكلم فيها. وانا يعني اتكلمت في حاجة بسيطة من المصايب اللي ممكن تحصل لابنك على التليفون والكلام اللي زي ده على قناتي التانية، فانصحك جدا ان انت تروح تشوفها، وهتلاقي الفيديو اللي انا بتكلم عنه ده ظهر لك في الاي اللي فوق. اتمنى يكون الفيديو لفت نظرك لحاجة، ولو انت يعني اب او انت ام فخلي بالكم من النقط دي، ولو انت يعني لسه ما فيش اي حاجة لانك انت عايش وحيد فريد، لا ليك انيس ولا ونيس. والله الحكايه دي يا حضرة الناظر فعلا شغلاني، وانا بدات افكر بجديه يعني، حتى خصوصا الوحده قتلتني. فان شاء الله ناوي اجيب نسناس واحطه في البيت كده اتفرج عليه وهو بيتنطط قدامي. نسناس؟ لو انت يعني لسه ما فيش اي حاجه ابعتها لاصحابك اللي عندهم اولاد عشان يخلوا بالهم، ويعني ما يلاقوش نفسهم لابسين كوارث من غير ما يحسوا. اتمنى يكون الفيديو فادك. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. ما تنساش ان انت تحط لي كومنت، يعني قول لي تجربتك كده مع القصه دي، هل حصل فيك كارثه من الكوارث اللي اتكلمنا فيهم، ولا يعني مستنى اما يحصل فيك؟ مستنى اسمع تعليقك. زي ما قلت لك ما تنساش ان انت تبص على القناه التانية، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.